يعني احنا في الجزائر الآن إذا كان قررنا الدخول في حرب مع المغرب راح ندخلوا، لكننا لا نضمن متى سننهي الحرب وكيف سننهي الحرب. وبالتالي لسنا بحاجة إلى إبراز عضلات الجيش الجزائري اللي هو جيش يعتبر من أقوى الجيوش العربية وأقوى الجيوش الإفريقية. الجيش المغربي إذا دخل في حرب مع الجزائر انتهى، ما يزيدش يشوف الضوء خلاص. إذا ماناش حابين نتهوروا ومن بعد قال باللي يا سيدي لعبة ذر تاع 24 ساعة انطلاق، يعني مناوشة تاع 24 ساعة بعد كعاود رجع لداركم. لا، إذا انطلقت الحرب لن تنتهي مثل ما يريد نظام المغرب الجبان أو حلفائه. والله ينشدك وشد الواحد، والله ينشدك وشد. ماناش حابين الشر، ماناش حابين الحرب، ولكننا مستعدون. وإذا انطلقت الحرب معناتها فرضت علينا. إذا فرضت علينا الحرب ونحن لا نريدها لن تنتهي إلا بنهاية أسطورة الجيش المغربي، وستنتهي نهاية المملكة المغربية ستكون على أيدي الشرفاء الأحرار أبطال الجزائر. إذا باش نكونوا واضحين وصارمين، نملك قيادة عسكرية وقوة عسكرية، إمكانيات استراتيجية وتخطيط وأمور كثيرة تجعل القوات الجزائرية من أهم وأكبر المؤسسات القوات العسكرية في العالم العربي وإفريقيا مثل ما قلت. إذن نعاود نقول أنه مقتل جزائريين على حدودنا مع موريتانيا تستدعي طرح أسئلة والبحث في الموضوع أكثر وأكثر. ضربة القاضية، المغرب تحالف مع إسرائيل اللي خلى الجزائر تحالف مع إيران. المغرب دار مناورات مع إسرائيل فوق تندوف المغربية. جميع منظومة الدفاع الجزائرية ما شدت حتى حاجة. بانتيسير والاس 300 سحب لهم طائرات الشبح بانا وما شافوهاش. الجزائر جابت الحرس الثوري الإيراني للمنطقة باش يضربوا العمق المغربي بالدرونات الإيرانية الخطيرة عن طريق البوليزاريو. واليوم نشرحوا لك راه كيفاش يكونوا. ياك نتوما مسلمين علاش كتقسموا وتحلفوا بغير الله؟ كيفاش قسما السحيقات البازقات؟ واش عارفين الحكم ديالها في الدين ولا غير كتهضروا؟ يلا واسمعوا الدليل مع شيخ جزائري ديالكم. علاش الانسان ما يقسمش بغير الله؟ لماذا؟ لان الحديث قال ليقسم بغير الله فقد اشرك. فلا يجوز القسم بالكعبة، ولا يجوز القسم بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز القسم بالآباء ولا بالأمهات، فإن هذا من الشرك. ما عندكش فين تهرب الكرغولي. يعني فاش كنتو كتسبونا كنتو على شي دين اخر، حاشا واش تكونوا خوتنا ولا مسلمين. وشحال خايبه تخسر افتتاحي باش تسب المغرب، وانا غادي في الطريق هكا وتنعطيكم العصير. وملي كتشاركوا ديروا هذا النشيد حسن لكم ونصيفط لكم شي كعباد البنان تبقاو تدوروا عليها. نحن غرباء عد نحن غرباء عد نحن غرباء عد أكن إليك عالية على لك اليمانية. وملي درتو النشيد في 63 وانتم مشركين ما غاديش نقول لكم كفاره القسم بغير الله، خليكم هكاك. عرفتي علاش يقولوا لكم الجيريان؟ حيت حيدنا الجيات تبقى غيان، نتوما ديما والو لا تاريخ لا صواب. ورحت لقد بن عمي برك نسمع بكاك من وجده.